احنا عندنا العلف بيبدأ من 20,000. في ناس بيبيع 20,000 وفي ناس قلت لها بيبيع ب 25,000. مش عايز اذكر اسماء شركات يعني عشان ما ينفعش. انا عندي شركه بتبيع ب 25,000. معامل التحويل عندها 1.3.5. تمام. في عندي شركه بتبيع بال20، معامل التحويل عندها 1.6. ده الافضل ولا ده الافضل؟ لو حسبت النسبه هتلاقي نفسك انت مظبوط. بالاضافه الى ايه بقى؟ ان العلف ده الجوده بتاعته عاليه، بالاضافه ان ما فيش عندك مثلا افلاتوكس، ما عندكش مش عارف ايه، ما عندكش كذا، ما عندك 100,000 من، ما بتستخدمش ادويه بطاريه كتيره او حاجات عشان ترفع مناعه عشان فانت الموضوع ده بيختلف من مصنع الى اخر. كش الفرخه مش دهون، مالهاش دعوه بدهون. الكش الفرخه يبقى فيه غش تجاري. الغش التجاري يعني بيتحط فيها ميه، وده من الخل الموجود. انا عايز اقول لك حاجه مهمه. لا انا كمان دهونها كتير على فكره. ماشي، ما انا بقول لك دي من ضمن المشاكل المتواجده بالنسبه لنا، هي بتبقى فيها نسبه دهون كبيره. عايز اقول لك حاجه، كل ما زادت الفرخه في الوزن كل ما زادت نسبه الدهون. تمام. لكن انت النهارده ليه بره بعض الدول تقول لك انا عايز فرخه من 800 لكيلو 200؟ مش نسبة الدهون. مش نسبه دهون، من 800 لكيلو 200. فعشان كده تلاقي الدنيا منضبطه معاه. لكن انا بقول لك موضوع العلف ده موضوع كبير جدا جدا جدا، وعاوز ان احنا نعمل رقابه صارمه، وعايز انضباط. وعاوز اقول ان الفرق الكبير بين الشركات ده صعب جدا. انت لما اقول لك خد العلف مني ب25 تقول لي ليه ما عند فلان ب20؟ ليه اخده منك؟ لكن لما يشوف معامل التحويل ممكن يرجع تاني يراجع نفسه. انا في بعض الناس، انا عندي يعني بعض الشركات بتكلمني على الموضوع ده ان انت تاخد منها وكاله، بتقول لي بس السعر بتاعها عالي جدا. فانا بقول له لا، ليه اخد من عنده؟ ما انا عندي شركه سين بتديني كذا. فانا اقول له جرب، جرب يعني. انت عشان تعمل نموذج اعمل حاجه. لكن انا عايز اقول لك حاجه غير كده خالص. انا كان عندي ندوه وكان عندي مؤتمر علمي قريب، وكنا في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، لجنه علميه، وكان معايا احد الاساتذه في جامعه القاهره كليه الطب البيطري، وتحدثنا ان انا عندي بدائل لموضوع العلف، والبدائل دي اللي انا بهضيفها تقريبا هتوفر 40% من السعر. فقلت له الكلام ده انت ما قدمتوش لسين ليه؟ قال لي قدمت، بس قلت له على اي اساس؟ انت جربت؟ قال لي انا جربت نموذج وكلت من الفراخ كمان، يعني عملنا دوره انتاجيه. قلت له لا ما ينفعش الكلام ده كله، انا عشان اجرب بجربه على النظام التجاري. انا مش بعمل هنا، انا معمل. المعمل ده بيجيب 20 30 فرخه 50 فرخه يحطهم هنا، يحط 50 فرخه في الاوضه الثانيه، ياكل ده علف طبيعي وياكل ده من الخلطه اللي هو عملها وبدائل الاعلاف اللي عملها.